السلام عليكم ومرحبا بكم. وصفتنا لنا اليوم رايحة تكون مقروط السنيوة محشي بالتمر في السنيوة الأسطورية للمقاس تاعها 20 على 15 سنتيمتر. رايح يجيكم بزاف بنين ومعسل للقلب. أي وحدة مبتدئة حابة تتعلم ولا اللي عندها عيلة صغيرة ننصحك بهذا المول. مقادير الصغيرة لكمية 12 حبة من مقروط السنيوة يجيك معسل للقلب. جربي الوصفة واحتفظي بها لشهر رمضان المعظم. تعرفوا بلي دايما خلال هذا الشهر نحبوا المعسلات. ما نطولوش ونبداو. بالنسبه للسنيوه تاعنا كما راكم تشوفوا اللي سميتها السنيوه الاسطوريه مقاس تاعها 20 على 15 سنتيمتر. المقادير رايحه كيلها لكم بالكاس اللي يرفد 220 ملل. اذا شوفوا جبت 3 كيلات من السميد المتوسط. انا استعملت موله. شوفوا هذا الكاس درت كاس غير ربع من السميد، درت 3 كيسان. شوفوا الكاس الاول فيه كاس غير ربع من السميد، الثاني فيه كاس غير ربع من السميد، والثالث فيه كاس غير ربع من السميد. ومجموع السميد اللي عندي هنايا هو 350 غرام من السميد. ورايحين نضيفوا كل كاس رايحه ندير له ملعقه كبيره من سميد رطب كامل. الا حبيتي ديري فارينه ديري فارينه، ولكن جربيها بالسميد رطب ورجعي لي الخبر. هنايا رايحين نديروا ملعقه صغيره تكون ممسوحه تاع القهوه من الملح، بالك تنساوها والا راح يجيكم صامت. نص ملعقه كبيره من السكر العادي. رايحه نخلط النواشف مع بعض كيما راكم تشوفوا هنايا. هنا شوفوا جبت كيله غير ربع من الزبده الدايبه والبارده، وكملت عليها بالزيت حتى تحصلت على كيله ناقص اصبع من ليدام. ومجموع ليدام هنايا هو 160 غرام. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني. رايحين نفرغوا هذاك ليدام كما قلت لكم. ديروا كيله غير ربع من الزبده الذايبه والبارده وتكملوا عليها بالزيت حتى تحصلوا على كيله ناقص اصبع من ليدام. رايحين نبسوها بهذه الطريقه بيدكم. ورايحين نضيفوا هنايا نص ملعقه صغيره تاع القهوه من خميره الحلويات، اي ما يعادل 2.5 غرام من خميره الحلويات اللي رايحه تعطيله الخفه للمقروط تاعنا. من المفروض اني نحطها في البدايه ولكن نسيتها لذلك ضفتها هنايا. بعد ما نبسوها مليح شوفوا هنا تجيبي كيله غير ربع خليط بين الماء والماء زهر، ورايحين نرشوا بشويه ونخلطوا. كما راكم تشوفوا هنا حطيت نصف الكميه وبديت نخلط. في البدايه رايحين تشوفوا بلي الخليط تاعكم يعني ولا لكم طري، ولكن سرعان ما تخلوا شوفوا دوك شوفوا معايا نخليها حوالي 2 دقائق ونولي ليه. هنا راهو طري ومازال ما كملتش الكميه تاع الماء. كي وليت ليه شوفوا رايحين تلقاوه تشرب كامل، ورايحه نكمل له كامل هذيك الكميه تاع الماء. رايحه نلمو بهذه الطريقه ورايحه نقسم العجينه تاعي لقسمين متساويين. يعني عندك الميزان ووزني بالميزان هكا كيما انا وزنتهم خرجوا لي كل وحده فيها 350 غرام. هاي السنيوه تاعنا اللي المقاس تاعها نعاود نكرر لكم هو 20 على 15 سنتيمتر. نجيب الكره الاولى تاع العجين ونحاول نبسطها غير بيدي بهذه الطريقه. نحاول نوزعها كامل على السنيوه تاعي بهذه الطريقه. وهنا رانا شعلنا الفرن تاعنا على درجه حراره 180 درجه. وهنا بالكاس بما انه الحلال ما يدخليش في هذه الصينيه، بالكاس هذا تاع الكازوز تاع الجو رايحه نحاول كيفاش نحل عجينه بحيث انها تتوزع كامل بالتساوي، ماشي جهه تجينا طالعه وجهه تجي هابطه. وهنا عندي التمر اللي رايحه نخلي لكم طريقه التنقيه تاع التمر. لازم التمر تاعكم يكون طري كيما قوام العجينه. بهذه الطريقه ما رايحاش ينفصل ولا يجيكم يابس، ما رايحاش ينفصل مع العجينه. رايحه نحاول بطبيعه الحال تجيبي بلاستيك ولا ورق الطبخ تحاولي تقصيه بنفس مقاس الصينيه. من بعد تجيبي الغرس تاعك ولا التمر تاعك وتحاولي انك تبسطيه بحيث انه يجي بنفس مقاس البلاستيك اللي قطعناه بنفس مقاس الصينيه. نفس الشيء انا هنا تفنيت ما حبيتش نجبد الحلال باش نوسخه، كملت غير بهذاك الكاس تاع الغازوز نحل به بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. هنا كي تشوفوه يتلاصق معكم هذاك التمر عاونوا روحتكم بشويه من زيت نرفدوا بكل سهوله بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيه. ونحاول اني نعدل هذاك التمر ونضغط عليه باش نخرج الهواء الموجود بين العجينه والتمر. ما رانيش ما نحيتش في هذه المرحله هذاك البلاستيك، وان نحاول نضغط ولكن ضغط خفيف ماشي ضغط يعني بالزور.
من بعد نحي هذاك الكيس، وهنا الا شفتوا التمر تاعكم طلع لكم من هذه الجوانب نحوه. بالنسبه لكميه التمر هنايا عندكم 200 غرام من التمر ولا الغرس. نحاول كيفاش نسقمه ونعدلو كامل هنايا. من بعد رايحه نجيب الكره الثانيه وبنفس الكيس البلاستيكي اللي قلت لكم قصيته بنفس مقاس الصينيه اللي هي 20 على 15 سنتيمتر. جبت الكميه الثانيه من العجين ونحاول كيفاش نبسطه كامل بنفس مقاس الصينيه بهذه الطريقه. ودائما استعملت هذاك الكاس ولا استعملوا الحلل. نرفدو بكل سهوله ونحطها كذلك فوق التمر تاعنا بهذا الشكل. نحو البلاستيك ونبداو نبسطوا فيها ونعدلوا فيها كامل بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. طريقه سهله بسيطه، فقط نظمي روحك وتابعي مليح الفيديو. هنا شوفوا بالكوبات رايحه نحاول كيفاش نضغط باش نخرج الهواء الموجود بين التمر والعجينه كذلك، وممتو نحاول كيفاش نسقم الوجه تاعها باش يكون عندي وجه املس وماشي جهه جينا طالعه وجهه جينا هابطه. والان هنايا رايحين نجول الديكور. حبيتي تنقشيه نقشي، حبيتي ديري الطريقه تاعي ديري الطريقه تاعي. بالكوبات راني نحاول كيفاش نضغط، يعني ضغطوا شويه هكا، يعني ندير خطوط بين خط وخط يكون حوالي هكاك 0.5 سنتيمتر ولا 1 سنتيمتر. هنايا روحي لها غير بالعقل بكل اتقان ورزانه، تضغطي غير بالعقل. انا هنا كما راكم تشوفوا كاين هناك تسريع على بها راكم تشوفوا هاد الخفه. شوفوا بهذه الطريقه حاولي كيفاش يكونوا خطوط مستقيمه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيها. صراحه خرج بزاف الشباب. انا بالنسبه ليا، نتوما كذلك خلوا لي راي تاعكم في التعليق. وهنا بعد ما كملتهم كامل هكذا بالكوبات كما راكم تشوفوا بهذا الشكل، من بعد انا واش درت هنا رايحين تجيبوا عندك طابع مربع المقاس تاعو 5 سنتيمترات على 5 سنتيمترات، حطي الطابع تاعك وبداي قطعي. ما عندكش كيما حالتي انا هنا جبت الكوبات هذيك اللي فيها التدرج ولا اللي فيها المسطره وبديت نقيس المربعات تاوعي. المقاس تاعها هي 5 سنتيمترات، خرجوا لي 12 حبه ما شاء الله. ماهي كبيره كبيره وماهي صغيره، متوسطه وشابه كما راكم تشوفوا. روحوا لها غير بالعقل وبرزانه باش هكا يخرجوا لكم الحبات متساويين وكذلك متحوفين بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيها. هنا رايحين نقطعوهم بالسكين للاسفل، يعني ما رايحينش نطيبوه بلا تقطع. بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها ركزوا لي على الفيديو رايحين تفهموا كلش. بعد ما قطعتهم كامل الان هنا حبيتي ديري هذه الخطوه اللي رايحه نديرها انا حبيت يبان هذيك الرشمه، حبيتها تبان معايا مليح. تجيبي النقاش، شوفي رايحه ما ننقش ولا نضغط على النقشه تاعي، تحليه بالنفس يعني عرض الخطوط هذوك اللي درناهم وتبداي تنقشيهم ولا تدخلي النقاش تاعك وتضغطي عليه هكذا باش تبان هذيك التموجات يبانوا مليح وتبان الحبه بزاف شابه ومتحوفه. شوفوا ما رانيش نضغط وانما ندخل هذاك النقاش ونمشيه بهذه الطريقه. دائما كي تحبي العفسه تخرج لك متحوفه اتقنيها واعطي لها الوقت تاعها. بعد ما كملت كامل رايحين نحطوه في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه. خلوه حتى تشوفوا الاطراف حماروا، من بعد شعلوا له من الجهه الفوقانيه باش ياخذ لكم التحميره هذه. تجيبي كاس اللي يرفد 220 ملل من العسل، ما ديري له ولا شيء، يكون بارد بدرجه حراره الغرفه. انا هذا العسل طيبته في المنزل، الا حبيتوا نشارك معكم الوصفه رايحه نشاركها معكم. تفرغوا هذاك الكاس تاع العسل على المقروط تاعنا وهو سخون. مده الطبخه تاعهم تاع هذا المقروط تاع السنيوه يعني يدي لكم هكا، نتوما خلوه في الكوشه حوالي نص ساعه، طلوا عليه شفتوا الاطراف تاعو احماروا، يعني راهو طيب لكم من الاسفل وشعلوا له من الجهه الفوقانيه باش يحمر معاكم وهو سخون. ضروري انكم تعسلوه بكاس، حجم الكاس اللي يرفد 220 ملل من العسل، تخلوه حتى يبرد معاكم تماما. تعاودوا تقسموه، تجوزوا عليه السكين. وانا هنا شبحته بحبات نصف حبه من اللوز، درتها في شويه من الجلوكوز باش تحافظ على اللمعه تاعو.
وهنا رايحين تشوفوا الحبات تاوعنا كيفاش جاونا معسلين للقلب والطري وبزاف بنين. نتمنى فعلا انكم تجربوا الوصفه، اي وصفه حبيتوا نشاركها معاكم في هاد السنيوه الاسطوريه، ما عليكم غير تخلوا لي التعليق، والوصفه اللي راكم حابينها رايحه نشاركها معاكم بكل صدر رحب. عجبكم، نتمنى يعجبكم الفيديو، ضغطوا على زر الاعجاب وشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء حتى تعم الفائده، وما تنساوش الاشتراك الى ما كنتش مشتركين. ما رايحاش نطول عليكم، ومباشرة رايحة نودعكم إلى فيديو جديد إن شاء الله.